معانا ريفيو جديد عن أجندة 2024 والبوكس ده بقى يعني المرة دي حرفيا في حاجات يعتبر أول مرة أشوفها في حياتي. فالتقسيمة بتاعته جميلة جدا، فتعالوا بقى نتفرج كده ونشوف هو جواه ايه. عندنا هنا أول حاجة موجود معانا كروت فيها جمل تحفيزية حلوة قوي، يعني مثلا لا تستسلم على الإطلاق، الأشياء الجميلة تحتاج وقت، كن صبورا. وده تقريبا كوستر اللي هو بنحط عليه المج او حاجة بنشربها. فالحاجات دي مثلا تقدري تحطيها على ستاند، تقدري مثلا ان انتي تحطيها كده قدامك، تعلقيها بتكون قدامك، بتشجعك جدا، لان الجمل دي طبعا بيبقى ليها تأثير كبير قوي معانا. ودي كده الفواصل، يعني بصوا احلى حاجة فيهم الفواصل بجد، عليهم برضو جمل تحفيزية حلوة قوي. الخامة بتاعتهم كمان تحسوها كده خامة كروت، حاجة نظيفة يعني، بصوا حتى جامدة كده ومتينة، حاجة نظيفة. دي برضو الفواصل دي طبعا بنستخدمها مثلا فاصل ما بين الورق والأجندة، ما بين كتاب، حاجات زي كده، فبتبقى حلوة قوي. بصوا بقى هنا كمية استيكرات مش طبيعية، يعني اشكال مختلفة وجمل، يعني دي مثلا ممكن تستخدميها مثلا تحطيها على جراب الموبايل، على اللابتوب، هتدي برضو اشكال كده حلوة. ودي التودو ليست، يعني شكلها تحسوه فخم كده. عجباني جدا خامة الورق، يعني حاجة متينة وحلوة، مش من النوع مثلا اللي ممكن تكتب عليه ويطبع من الناحية التانية. ودي طود المشتريات، يعني احلى حاجة بحبها اللي هي بتيجي مع مع اي اجندة. يعني مثلا هنا هتجيبي ايه من الخضار، هتجيبي ايه من الفكهاني، من البقالة، من المجمدات، من الألبان، معلبات، وهكذا بقى. تنفع قوي لست البيت دي، انا اول واحدة فرحانة بيها. دي بقى الأجندة الأساسية. تعالوا بقى نشوف محتوياتها. اول حاجة كده بنلاقي جملة تحفيزية جميلة جدا: كن واثقا من قدراتك ولا تسمح لأحد بالتقليل من قيمتك، اجعل محاولات إحباطك هي الشرارة التي تضيء لك طريق النجاح. يعني عجباني قوي الجمل دي، انا بحب الحاجات دي لانها بجد بتحفزني قوي. هنا بقى مراجعة السنة اللي فاتت اللي هي 2023. عندنا مثلا اول حاجة اشياء يجب تحسينها، اشياء اتعلمتها، اشياء مثلا توقفت عن فعلها، ذكرياتك المفضلة، اهم انجازاتك اللي حصلت في خلال السنة. فكل الحاجات دي لما بتراجعها بتحس ان انت فعلا يعني في حاجات انت ما كنتش مدركها، او في حاجات انت ما كنتش يعني متخيلة اصلا انها نعم في حياتك، في حاجات ما كنتش متخيلة انك عملت. الصفحة التانية معانا هنا صفحة اكتشف نفسك. الصفحة دي حلوة قوي، يعني فيها حاجات أسئلة كده جميلة جدا تساعدك فعلا ان انت تكتشفي نفسك. يعني اخر السنة هتبقي ايه، اكتر شخص بتضحكي معاه من قلبك، مكان بيحسسك براحة نفسية، مكان نفسك تسافريه، اكتر لون بحبه، مقولة بحبها، هواية نفسي اتعلمها، حاجات مثلا بحبها في نفسي، حاجات هديها وقت اقل في حياتي او في يومي او في السنة دي عامة، حاجات مثلا هديها وقت اطول في السنة ديت، وهكذا. فكلها بجد اسئلة يعني تحببك في نفسك اصلا ان انت تكتشفيها. وهنا بقى مدينك برضو اقتراحات للعادات اللي انت مثلا ممكن تعمليها، مثلا اقتراحات من ناحية لعادات الانجاز، عادات مثلا تعمليها من ناحية صحتك الجسدية، حاجات مثلا تريح قلبك من ناحية القرآن والذكر ومسامحة الناس والكلام ده كله. وازاي اصلا مدينك خطوات ان انت كيف تبني عادة جديدة، فدي عاملينها ليكي بخطوات بحيث ان هم يسهلوا عليكي عشان خاطر فعلا تنتظمي عليها. هنا بقى صفحة
تحدي قراءة الكتب، يعني مدينك مثلا 4 كتب تقرأيهم في السنة، ومع كل واحد او كل بند بتقرأي تكتبي اسم الكتاب والمجال بتاعه والصفحات بتاعته ومدة القراءة قد ايه وهكذا، والتقييم كمان بتاع الكتاب. محفزة جدا، يعني انا بحب صفحة زي كده لاني انتوا عارفين انا بحب القراءة يعني. وهنا صفحة تدوني فيها الانجازات بتاعتك. تعالوا بقى نيجي لأهم جزء في البلانر كلها، اللي هو أصلا يعتبر متأسس عليها، نعرف استخدامها ازاي، اللي هي أصلا يعتبر مبنية عليها. معرفينك ان الوقت أهميته ايه، وازاي ليه علاقة بانك تربطيه بالصلوات ال5 بتاعتنا، ولان الصلاة ال5 بتاعتنا دول اساسيات في اليوم بتاعنا، فرابطين ان انتي تعملي المهام بتاعتك مع كل صلاة. يعني تربطي مثلا المهمة او العادة مثلا اللي احنا مثلا لو يكن مثلا اخترناها من العادات اللي احنا قلنا عليها دي، نربطها بوقت صلاة معين. يعني مثلا صلاة الفجر، هنربط مثلا صلاة الفجر بان احنا نقرأ جزء او وقت معين من كتاب. هنربط مثلا صلاة المغرب والعشاء مثلا بان احنا نقرأ شوية من القرآن، وهكذا بقى. فكل ما تحددي وقت للهدف بتاعك وتربطيه بوقت ثابت عندك اللي هو الصلاة، فده معناه انت بتربطي رباط قوي ما بين الهدف وما بين الوقت اللي انت بتعمليه في يومك، وما بين كمان الحاجة الثابتة في يومك. فلما تربطي الثلاثة دول مع بعض، فانت كده ضربتي مش عصفورين بحجر، ضربتي 3 بحجر واحد. فبجد يعني فكرتها جميلة جدا ومختلفة ومميزة. وكمان مأكدين على أهمية ان انتي اصلا تكتبي او تخططي لليوم بتاعك قبل ما تنامي، لان الافكار كلها بتكون موجودة، بتكوني عارفة هتصحي هتعملي ايه. وده فعلا اللي دايما انا بقول عليه حتى في هنا يعني على الاكونت بتاعي وكده. فالفكرة دي عجبتني ومتجربة بقى لها سنة من قبل اصلا ما البلانر دي تتعمل من دكان سعادة. فبجد هي يعتبر الاساس اللي مبني عليها الاجندة كلها. هنا بقى تقسيمة الاهداف، انتوا خلاص يعتبر حفظتوها، متقسمينها لجوانب اللي هي الحياة بتاعتنا، اللي هي الجانب الروحي والعلمي والمهني والاجتماعي والعائلي والكلام ده كله. فتقدروا ان انتوا تكتبوا الاهداف بتاعتكم ناحية كل جانب. وبعدين بقى بنقسمها لاهداف صغيرة اللي هو ايه الاهداف الشهرية بتاعتنا. فده التخطيط الشهري، يعني هنا الهدف السنوي لكل الجوانب، وهنا الاهداف الشهرية لكل الجوانب. تمام. طيب نيجي بقى هنا الميزانية بتاعت شهر يناير. انا بصوا بحب الصفحة دي جدا. انتوا هتلاقوني اتحولت من بعد ما دخلت العش الزوجية زي ما بيقولوا. فتحبوا تلاقوني تحب حاجات طول المشتريات، حاجات مصاريف البيت، الكلام ده كله، لانها بجد يعني بتسهل على الواحد قوي وتخليه ان هو يعرف هو عايز ايه. ده كده الجزء الخاص بالمصاريف، وده كده الاهداف الشهر بقى نفسها. وهنا كتب الشهر اللي هتقرأيها. وهنا هتحددي مثلا عادات تكتسبيها. وهنا هتحددي مثلا هدف رئيسي وتركزي كل طاقتك عليه، هدف واحد بس. وكمان هتكافئي نفسك على انجازاتك في الشهر ده، تكتبي بقى المكافأة هنا. وطبعا كالعادة كاتبين جملة تحفيزية: قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني لما انت تداومي على حاجة قليلة احسن من ان انت تحطي حاجة كبيرة قوي وما تداوميش عليها او ما تبدأيش فيها اصلا. وهنا بقى عشان يشجعوكي اكتر بيقولولك ايه، اكتبي كل اسبوع جملة تحفيزية ليكي في خلال الشهر ده. الاسبوع الاول مثلا اختاري جملة تحفيزية، ممكن تكون مقولة، ممكن تكون آية قرآنية، ممكن تكون حاجة انت بتؤمني بيها، كلمة معينة. هنا برضو اكتب في اخر كل اسبوع حاجة عملتها انت فخور بيها، فاكتبي برضو مع كل اسبوع، وهكذا بقى. وده مخطط الشهر، ده حلو اوي، ده ينفع جدول لو حد بيدرس يعني لسه وكده. وتقييم الشهر، ده بقى مخطط اليوم بتاعنا. الفكرة اللي احنا شرحناها لاستخدام البلانر هنطبقها على مخطط اليوم بتاعنا. زي ما قلنا هنربط المهمة بوقت الصلاة بتاعتنا،
وهكذا بقى. يعني دي اول حاجة العبادات وعاملين اقتراحات ليها. وهنا مثلا بيفكروك بالرياضة، الادوية بتاعتك، الفيتامينات، القراءة وهكذا. وهنا هنحمد ربنا على ايه، هنتصل بمين النهاردة وهكذا. يعني فيها افكار كده يعني تحسك ان انتي بتساعدك حتى على صلة الرحم، تفكرنا بحاجات احنا فعلا يعني غايبة عننا او ما كناش اصلا واخدين بالنا منها، وقد ايه اصلا بيبقى هي مهمة جدا. وهنا حتى في الروتين اليومي بتاعنا، الشعر والبشرة والضوافر والحاجات دي، ولو في حفظ قرآن بتحفظيه آيات معينة، ودي حاجة مثلا كده مساحة للكتابة لو حابة تكتبيها. وهكذا بقى مواعيد اليوم بتاعتنا مع كل صلاة بنبتدي ان احنا نربطها هنا.